بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبعد شويه عن الاكل. هقول لكم على الفوائد بتاعه زيت الكركار. انا كنت قايله لكم في فيديو قبل كده ان انا يعني الاسره كلها يعني راحت رحله في اجازه نص السنه اللي هي رحله الاقصر واسوان. فهناك واحنا في الاسواق اللي هناك يعني فلقيت في اقبال يعني كبير على زبدة الشيا وعلى نوع تاني اسمه زيت الكركار. فلما سألت ده اللي هو زيت الكركار، ده اللي هو البطرمان ده بيتباع هناك. فلما سألت ايه السبب، يعني ايه الفوائد بتاعته، ايه الاضرار بتاعته، حبيت اعرف ايه ده يعني. فالمهم لقيت ان الفوائد بتاعته جميلة جميلة جميلة. فسألت اللي هو البياع، هو كان راجل كبير في السن كده، تقريبا هو من أسوان أو السودان. فالمهم بسأله يعني ايه زيت الكركار ده. قال لي بقى يعني ايه البداية بتاعته ايه، استفاض معايا يعني في الحديث. فالمهم قال لي ان ده كان اشتهر في السودان، يعني اخواتنا السودانيين هم اللي يعرفوه كمان اكتر من المصريين. طبعا كانوا بيستخلصوه من الدهون والشحوم بتاعت الحيوانات، بالذات كمان في العيد الأضحى، لأن الحاجات دي بتبقى كتيرة. فكانوا بيجمعوا الشحوم دي وبيقوموا بتسييحه على نار هادية عشان ما يتحرقش، وطبعا مع التقليب، وبيصفوه وبيحطوا له ده كده بيسموه زيت الودك. هو اللي قال لي كده. بيحطوا له منقوع القرنفل، اللي هو القرنفل ده بينقعوه لمدة 6 ساعات، وبيحطوا له زيت السمسم. طبعا زيت السمسم والقرنفل، طبعا الفوائد بتاعت زيت السمسم دي لا تعد ولا تحصى بالنسبة للشعر. انما ده الزيت الكركر اللي انا جايباه ده يعني في الحاجات كلها الاضافات يعني موجوده فيه. انا ما ضفتش حاجه الا حاجه واحده بس هقولها لك. بالنسبه للاضرار بتاعته بقى، مش اضرار يعني للدرجه، هي ليه ريحه وانت بتحطيه على شعرك. طبعا انا استعدت عن الحاجات دي، حطيت له زيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند ده بيبقى فيه اولا الريحه بتاعته جميله، والفوائد بتاعته حلوه قوي للشعر. فيعني ايه، انا ضربت عصفورين بحجر، ضيعت الريحه بتاعت زيت الكركار، وثانيا استفدت بالفوائد بتاعت جوز الهند بالنسبه للشعر. عايزه اقول لك بقى الفوائد بتاعت زيت الكركار ده الرهيبه للشعر. اولا انه يعني بيدي لمعان وبريق للشعر، وبتخلي يعني شعر يعني الشعر ذات نفسه شكله، عارفه بتحسي ان هو فيه طراوه كده ونعومه في الشعر. لان معظم يعني الشعوب العربيه او المصريه عموما الشعر بتاعها جاف، فدي ادت طراوه جامده، بقول لك جميله جميله جميله. بالنسبه للشعر انا استخدمته طبعا انا وبنتي من نص السنه، يعني كانت حوالي قولي من شهر 3، احنا دلوقتي في 7، يعني 4 شهور. النتائج اظن ان هي واضحه، يعني وضوح الشمس يعني بالنسبه لي انا وبنتي. فانا حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان اقول لكم الفوائد بتاعته. هو انا لقيت البطرمان ده موجود عند العطار، وممكن كمان تلاقيه في الحسين. طبعا السعر بتاعه يعني غير لما انا اشتريته من اسوان طبعا كان ارخص مننا بكتير. بس بالنسبه للفوائد بتاعته بصراحه جميل جميل، يعني احسن من الزيوت التانية. الانواع بقى اللي احنا بايه في الاعلانات والحاجات دي منتج طبيعي جميل 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 للشعر. وحبيت اقولك على المعلومه دي، يا ريت تستعمليه. يعني انا بعد ما استعملته ولقيت النتائج بتاعته، بصراحة لقيتها نتائج جميلة ورهيبة، يعني حبيت ان انا اقولها لك. واتمنى ان الفيديو بتاعي ده يعجبكم. ومتشكرة قوي لدعمكم لقناتي بيت العيلة، والف شكر ليكم.